وقلنا تاني مصر لن تجر لأي حرب بينها، ويعني جيشنا موجود للدفاع عن الوطن، للدفاع على جمهورية مصر العربية، مش للدفاع ايوه على صح. أي شخصية تانية أو أي بلدة تانية أو أي ضغوط بتدفع على جمهورية مصر العربية اللي هي تندفع وتدافع على أي حد في بلدنا. جيشنا الحمد لله ثابت على مبدأه، ثابت على أرضه، وبيدافع على أرضه، لو حتى شبر فيها بيدافع عنها. لا، الدور واحنا والباقي بقى خضنا على بقية حروب الدول، كتير. الدور والباقي على بقية الدول. ايوه، بقولك خضنا حروب كتير من زمان. انا خالي كان ضابط في البحرية، راح الجزائر واليمن ولف، وكان يجيب لنا هو ما انا جاي بقول حاجات لعب. لحضرتك الدور والباقي على بقية بقية الدول. انت عندك النهارده اليمن ما فيهاش فيها رئيس، الجيش ايوه متفكك، الشعب متفكك، ما فيش غير المشيات الحوثيين هم اللي بيتحكموا في اليمن. تمام. ايوه صح. بعد طبعا ما تم قتل عبد الله صالح اللي هو رئيس اليمن. عندك النهارده لبنان، ليبيا كلها متفككه. تمام، ايوه صح. مبقاش فيها رئيس. تمام. عندك العراق برضو يعتبر فيها رئيس، بس برضو دولة مضغوط عليها من أمريكا. مفيش استقرار، مفيش مفيش استقرار. استقرار، مواردها بتتسرق. انت عندك النهارده سوريا متفككه لثلاث اقسام. عند حضرتك برضو السودان النهارده فيها حرب اهليه، او اتفككت وبقت يعتبر دولتين او يعتبر ثلاث دول في دوله واحده، ما فيهاش رئيس. صح اه. فمصر بلدنا محفوظه برئيسنا، عشان كده احنا ماشيين ماسكين في رئيسنا بايدينا واسناننا. ربنا يا رب يحفظهن ويبارك لنا في عمره يا رب العالمين. ايوه، هو يعني الدولة مربوطة عشان ليها رئيس حاميها، وهو اللي بيمثلنا في جميع المحافل الدولية. فدولة ليها كيان وليها جيشها وليها شعبها، فتحسي كده ان انت ايه، يعني ماشية صح. غيرنا ما يقدرش يعلي صوته، لان هو ما امنه جوه مخترق، فما يقدرش يتكلم على امن حد تاني. فكل ما يكون في استقرار داخلي بينعكس على الدولة وطول ومقدراتها ما طبعا متواجد الامن والامان، في استقرار داخلي في الدوله، في انت حضرتك النهارده في التزامات. انت المؤسسات بتاعتنا ملتزمه، هي عندك الصحه، عندك برنامج 100 مليون صحه، عند حضرتك المدارس خلاص ان شاء الله باذن الله الشهر الجاي او الشهر اللي بعده نازله. ايوه ايوه، في استقرار، مدارس عندنا وفي كل استقرار حاجة اه. وامن كل وامان حاجة في ماشية صح بلدنا. صح. ايوه ايوه. الاستقرار والامن والامان دوت، مش ما نتكلمش بقى ونتكلم ونقول غلو الاسعار او الدنيا، لا، انت يعني لازم كل حاجه تبقى موازنه. ربنا مدينا ال 24 ايراد، بس احنا اللي مش عارفين نستغلهم. ربنا مدينا كل حاجة. النهاردة اتنازل عن اللحمة. النهاردة عندك مثلا حاجة تانية ربنا خليها مقابل للحمة، برضو فيها نفس البروتين بتاع اللحمة، وفيها البتنجان، المشروم. النهاردة في فراخ، مثلا في حاجة برضو الفيتامينات اللي بتبقى في الفراخ في موجودة في خضار تاني. فلازم كلنا تمام تنويع. نضحي علشان بلدنا تعدي، زي ما بيقولوا ايوه يا ايه، ستي، ادفع عشان تعدي. انت عشان فاهماني؟ فلازم المركب نضحي تمشي. بحاجات علشان نعدي وبلدنا تبقى لا، مستقرة. هي تنازلات وقتية مش على طول. يعني مثلا ما فيش حد لو حتى ملياردير ياكل كل يوم لحمة ما بينفعش. يعني نفسك تروح ساعات جبنة وبطيخ، ساعات بتنجان بالظبط، وبطاطس، ساعات متوافر عندك بصارة. طب الاختيارات. البصارة دي الناس بتتهافت عليها لما تكون في البيت. ايوه، عند يعني حضرتك انت حضرتك عندك اختيارات. لو سمحتي سيبيني، يلا. ايوه صح. انما في بلاد تانية مجبورة. يعني عندك النهاردة الحرب، المطارات بتاعت لبنان قافلة. النهاردة كل الدول بتدعي رعاياها من لبنان. خلاص لبنان بلد يعتبر مش آمنة. في أي ل- ساعة في أي وقت ممكن دلوقتي لو فتحنا قناة الأخبارية نلاقي لبنان اتضربت. تمام، نلاقي ايوه اليمن مش ايوه عارفة ايوه. ضربت ايه، نلاقي إيران ضربت ايه. العالم كله مش في استقرار. انت حضرتك قاعد لبنان دايما مروق هي دماغك بتدفع وقاعد في ضريبة. استقرار. بقولك لبنان بتدفع ضريبة اللخبطة اللي بتاعت سوريا وفلسطين، الحتت دي على طول يروح ماسكين لبنان. أنا جارتي بنتي في الإمارات لبنانية، بحبها قوي. مديرة شعب مدرسة لبنان هناك شعب في دبي. جميل، شعب طيب، شعب متميز. فتحبي تقعدي معاها.
ايوه تقول لي انا باجي عند رانيا كرمالك يا طنط.